السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحين نسلطوا الضوء على مشكلة الصحراء الغربية، والتي يسميها المغرب الصحراء المغربية. في هذا الفيديو رايحين نوضحوا هل فعلا الصحراء أرض مغربية تابعة للمملكة المغربية العلوية بين قوسين، أم إنها ملك للشعب الصحراوي، والمغرب ما هو إلا محتل يريد ضم هذه الأرض غصبا وجورا. بالمختصر المفيد، هل الصحراء غربية أم مغربية؟ قبل الجواب على هذا السؤال يجب الرجوع قليلا إلى الوراء، وبالضبط سنة 1415 حين احتلت البرتغال مدينة سبتة المغربية الواقعة في أقصى الشمال المغربي، وبالضبط في مضيق جبل طارق قبالة السواحل الإسبانية. احتلتها حتى تمنع المسلمين من العبور إلى إمارة الأندلس التي كانت في حالة ضعف كبير. وبعد سقوط الأندلس سنة 1492 ميلادية، والتي كانت تحت الحكم العربي الإسلامي الذي استمر لمدة 8 قرون، قررت الجيوش الإسبانية مطاردة المسلمين بعد خروجهم من الأندلس، واحتلوا مدينة مليليا القريبة من مدينة سبتة سنة 1497، وبهذا يكون قد ضمنوا عدم عودة المسلمين ليعبروا منها مرة أخرى. وفي سنة 1868 تنازلت البرتغال على مدينة سبتة لصالح المملكة الإسبانية، ومنذ ذلك التاريخ ومدينتي سبتة ومليليا محتلتين من طرف إسبانيا إلى غاية يومنا هذا ولحد الساعة هذه. وفي سنة 1883 احتلت إسبانيا الصحراء الغربية وسمتها الصحراء الإسبانية. احتلتها لأن فيها ثروات طبيعية كثيرة، منها الفوسفات، الحديد، الذهب، البترول، إضافة إلى ثروة سمكية هائلة في سواحلها التي تمتد إلى أكثر من 1100 كيلومتر. ما هي الصحراء الغربية ومن هم سكانها؟ تقع الصحراء الغربية شمال غرب إفريقيا، ويحدها من الشمال المغرب، ومن الشرق الجزائر، ومن الجنوب موريتانيا، ومن الغرب المحيط الأطلسي، وتتربع على مساحة 266 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,000,000 نسمة. أما الشعب الصحراوي فهو مزيج من قبائل عربية جاءت بعد الفتح الإسلامي، مثل قبيلة بني حسان القادمة من شبه الجزيرة العربية، وقبائل بربرية مثل قبيلة زناتة وصنهاجة القادمتين من شمال إفريقيا هروبا من الاضطهاد الروماني. ويتحدث الشعب الصحراوي اللهجة الحسانية التي هي قريبة جدا جدا من اللغة العربية الفصحى. وفي سنة 1911 احتلت فرنسا المغرب بحجة الحماية، وبعدها بسنة واحدة أي سنة 1912 كذلك احتلت إسبانيا شمال المغرب بحجة الحماية. قالت لها فرنسا أنت تحمي، أنا ثاني نعرف نحمي. وهكذا أصبح المغرب محتل من طرف دولتين، إسبانيا في الشمال وفرنسا في الداخل أو في الوسط. بقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية ما بعد الحرب العالمية الثانية. تقرر بعدها في عصبة الأمم أن كل الدول المستعمرة تمنح الاستقلال للدول المستعمرة، يعني الدول اللي كانت مستعمرة دول تمد الاستقلال للدول اللي كانت مستعمرتها. وفعلا بدأوا بمنح الاستقلال لبعض الدول، ومنها المغرب الذي منحته فرنسا وإسبانيا الاستقلال سنة 1956 ميلادية. ولكن إسبانيا لم تخرج من المغرب بالكامل، واحتفظت بمدينة سبتة ومليليا على أساس أنهما ملك لإسبانيا منذ أكثر من 500 سنة. كما احتفظت إسبانيا بالصحراء الغربية معتبرة إياها أنها صحراء إسبانية.
طالب المغرب بالصحراء الغربية على أساس أنها كانت جزء من أراضيه، فرفضت إسبانيا ذلك بشدة، مؤكدة أن الصحراء ليست مغربية وقبائلها تختلف عن شعب المغرب في الكثير من الأشياء كاللهجة والعادات والتقاليد ونمط العيش إلى آخره، وشعبها يقاوم في الإسبان منذ مئات السنين، مؤكدة أن المغرب لا يملك الحق بالمطالبة بها، وإذا كان هناك صاحب حق فهو الشعب الصحراوي. فرضخ المغرب واستسلم للأمر الواقع، واستمر الشعب الصحراوي في مقاومة الاحتلال الإسباني. وفي سنة 1962 انتزعت الجزائر استقلالها من فرنسا بقوة السلاح بعد ثورة استمرت لأكثر من 7 سنوات، وراح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون شهيد رحمهم الله. وفي سنة 1963 طالب المغرب الجزائر ب200 تندوف وبشار على أساس أنهما كانتا جزءا من أراضيه قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر، فرفضت الجزائر ذلك محتكمة إلى قانون الأمم المتحدة الذي اعتمد مرجعية حل النزاعات الحدودية إلى الحدود الموروثة عن الاستعمار. واعتمدت الأمم المتحدة مرجعية الحدود الموروثة عن الاستعمار لأنه لو فتح باب الحدود التاريخية لطالب كل شعب بالرجوع للحقبة التاريخية التي كانت دولته في أكبر توسع لها. وفي أكتوبر سنة 1963 اندلعت حرب الرمال بين الجزائر والمغرب، حيث هجم المغرب على مدينة تندوف لضمها هي ومدينة بشار إلى أراضيه، فتصدت الجزائر لذلك الهجوم، وتوقفت الحرب سنة 1963 بعد وساطة عربية وكذلك وساطة منظمة الوحدة الإفريقية. وفي سنة 1970 انتفض الشعب الصحراوي مجددا مقاومته للاحتلال الإسباني. وفي سنة 1973 تأسست جبهة البوليزاريو، وكلمة بوليزاريو هي اختصار للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبالإسبانية Populaire de Libération de الساقية إيريو دورو. وكان هدفها إنهاء الاحتلال الإسباني بالقوة العسكرية وإقامة دولة مستقلة على أرض الصحراء الغربية، وكانت مدعومة من الجزائر وليبيا. وبسبب المقاومة القوية لجبهة البوليزاريو قررت إسبانيا التخلي عن الصحراء الغربية وإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، فرفض ملك المغرب فكرة استفتاء تقرير المصير. وفي 5 نوفمبر سنة 1975 نظم الملك المغربي بما يسمى بالمسيرة الخضراء. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم، حيث حشد أكثر من 650 ألف مغربي برفقة 20 ألف جندي ودخل على الصحراء الغربية. واعترضت الجزائر وإسبانيا على هذه المسيرة الخضراء. وفي 14 نوفمبر سنة 1975 بمدريد وقعت إسبانيا اتفاقية مع المغرب وموريتانيا وقسمت الصحراء الغربية بينهما، حيث منحت الجزء الشمالي والمتمثل في الساقية الحمراء إلى المغرب، والجزء الجنوبي والمتمثل في وادي الذهب منحته إلى موريتانيا. وكان هذا انتقاما من الشعب الصحراوي الذي قاومها منذ مئات السنين، وهو من دفعها إلى التخلي عن الصحراء الغربية. فرضي كل من المغرب وموريتانيا على هذا التقسيم، ورفضت ذلك جبهة البوليزاريو. وفي سنة 1976 أعلنت البوليزاريو عن قيام دولة الجمهورية العربية الصحراوية الشعبية الديمقراطية برئاسة مصطفى السيد وعاصمتها العيون. وتحت ضربات البوليزاريو وضغط الجزائر انسحبت موريتانيا من الجزء الجنوبي وهو وادي الذهب سنة 1979 واعترفت بدولة الجمهورية الصحراوية. استغل المغرب فرصة انسحاب موريتانيا
واحتل الجزء الجنوبي من الصحراء اللي واسمه وادي الذهب الذي كانت تسيطر عليه موريتانيا. واستمرت الحرب بين المغرب والبوليزاريو إلى غاية سنة 1988، حيث تدخلت الأمم المتحدة واقترحت وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، إما الانضمام إلى المغرب أو إنشاء دولة مستقلة. ووافق على هذا الاقتراح جميع الأطراف. كي نقول جميع الأطراف معناتها المغرب والبوليزاريو وموريتانيا. وقبل إجراء الاستفتاء المقرر سنة 1991 ظهرت مشكلة، وهي من يشارك في الاستفتاء. المغرب يطالب بمشاركة جميع سكان الصحراء، وجبهة البوليزاريو رفضت مشاركة المغاربة الذين دخلوا سنة 1975 وما بعدها، لأنه سنة 1975 دخلوا مغاربة بزاف في المسيرة الخضراء وبعدها بقاو يدخلوا للصحراء الغربية. وطالبت جبهة البوليزاريو بمشاركة المواطنين الصحراويين الأصليين فقط، يعني السكان الأصليين اللي كانوا يسكنوا في الصحراء قبل ما يدخلوا المغاربة. فاعترض المغرب على ذلك، مما أدى إلى فشل الاستفتاء أو عرقلته. وبقات المفاوضات من سنة إلى أخرى ومن فشل إلى آخر، ومن بينها فشل خطة جيمس بيكر سنة 2000 الذي قال وهو يقدم استقالته: إنني لا أظن أن هناك حل لهذه الأزمة. ثم جيمس بيكر قطع الياس، قال لهم مستحيل لا يكون كاين حل للأزمة هذه. وفي سنة 2006 تخلى الملك محمد السادس نهائيا عن فكرة استفتاء تقرير المصير. خلاص قال لك ما كانش الاستفتاء تاع تقرير المصير، وعرض بدل من ذلك حكم ذاتي تحت السيطرة المغربية. رفضت جبهة البوليزاريو هذا العرض هذا تاع الحكم الذاتي تحت السيطرة المغربية، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا المشكل ما بقاش محسوم، لم يحسم المشكل إلى يومنا هذا. وفي الوقت الحالي عدد الدول التي تعترف بجبهة البوليزاريو أو تعترف بالصحراء الغربية حوالي 38 دولة، ونفس العدد أو قريب ليه بالك 39 أو 40 أو 38 دولة ثاني تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. وعدد الدول المعترفين والمنسحبين من الاعتراف يزيد ينقص حسب المصلحة تاع ذيك الدول. إذا كان لقات مصلحة مع المغرب هاي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وإذا كانت غيرت المصلحة هاي تولي تعترف بالصحراء الغربية بجمهورية الصحراء الغربية. إذن هذا الأمر هذا قاعدين هذه الدول هذو ينقصوا ويزيدوا، المعترفين أو الغير معترفين ينقصوا ويزيدوا على حسب مصالح الدول. كاين كذلك ملاحظة أخرى نوجهها للإخوة المغاربة. الإخوة في المغرب راهم يقولوا الصحراء كاملة ملك للمغرب، ما كانش شبر لازم ينقص. السؤال هو لماذا رضيتم بالتقسيم؟ لماذا؟ علاش نهار قسمت إسبانيا الصحراء بين موريتانيا والمغرب علاش قبلتوا؟ لو كان جيتوا يعني صح كما راكم تدعيوا أنه الصحراء ملكم كاملة، علاش قبلتوا بالتقسيم؟ علاش قبلتوا بواد الذهب يروح لموريتانيا؟ لو كان موريتانيا ما انسحبت في هذاك الوقت كون راه يدرك واد الذهب لموريتانيا، علاش قبلتوا بالتقسيم؟ هذا السؤال يبقى مطروح. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.